هاي انت شديت الحزام على وسطك زي ما اتفقنا في فيديو المقدمة واستعديت وشمرت كده وقلت بسم الله عشان نبدأ. خلونا في البداية نسأل الأسئلة المهمة، زي تتوقع ايه من الكورس ده؟ هل الكورس ده هيغطي كل حاجة عن السوشيال ميديا؟ والأهم ليه لازم تعرف انك ليه تشتغل الشغلانة دي؟ أول حاجة تتوقع إيه من الكورس ده؟ الكورس ده زي ما باين من اسمه هو 101، يعني ده بيفترض انك يا اما تعرف ان في حاجه اسمها سوشيال ميديا ماركتنج وكنت بتدور من زمان على المكان الصح اللي تبدا معاه، فحابين نقول لك ايه يا برو انت فين من زمان، احنا هنا قاعدين مستنيينك. او انك اول مره تسمع عن حاجه اسمها سوشيال ميديا ماركتنج وعجبك الكارير ده وعايز تبدا فيه. عشان كده مش شرط خالص يبقى عندك اي خبره في المجال ده، لاننا هنبدا مع بعض زي ما اتفقنا من الاساسيات قبل ما نتكلم على اي حاجه ادفانسد ان شاء الله، سواء في الكورس ده او كورسات مخصصه قدام شويه. طيب هل الكورس ده بيغطي كل حاجة عن السوشيال ميديا؟ الإجابة لا طبعا يا برو. زي ما اتكلمنا إن الكورس ده هيغطي بشكل كبير الأساسيات اللي هتحتاجها عشان تبدأ في الشغلانة دي، ده غير دايما إننا على طول هنشارك معاك كل ما هو جديد في عالم السوشيال ميديا ماركتينج. بس لازم من أول دقيقة تبقى عارف إن مفيش كورس هيغطي لك كل حاجة في السوشيال ميديا. ده أول درس لازم تتعلمه، إنك دايما تبقى عارف الجديد ومطلع عليه ومتابع كويس جدا، لأن ده هيميزك جدا في المجال ده وعلى طول هتبقى ابديتد بالحاجات الجديده. ده غير اننا طبعا هنشاركك بكل جديد. وتاكد دايما ان هنا مكان امن ومرحب بيك جدا في اي وقت انك تسال اي سؤال، سواء من خلال الكومنتات او تبعت لنا رسائل لو في حاجه وقفت معاك او محتاج فيها مساعده. كمان بنشجعك دايما انك تبدا تفتح توبكس او تسال اسئله من خلال الكومنتس، وتفتح اسئله دايما للنقاشات، لان لو محدش فينا جاوبك وده طبعا حاجه مستحيله، اكيد هتلاقي حد يجاوبك من خلال الناس اللي بتتابع معاك الكورس، ومن هنا هتبدا تبني زي كوميونتي. ده هيفيدك قدام جدا في المجال، وهتبقى عملت نتورك في مجال السوشيال ميديا ماركتنج، ممكن من خلاله تبدا تتعرف على حد يساعدك في رحله التعلم بتاعك، او الاهم تشتغلوا مع بعض بشكل او باخر. كمان في سؤال ثالث مهم جدا، وهو انك لازم تعرف انت ليه حابب تشتغل الشغلانه دي بالذات، لان اهداف كل واحد فينا متغيره بناء على الواي او ليه بتاعته. ليه هو حابب يعمل الحاجه دي بتبقى جايه من دوافع، عايز يسيب امباكت او حاجه معينه. فمثلا ممكن تكون انت مهتم بمجال التعليم وحابب تطلع افكار فيها نوع من الانوفيشن والكرياتيفيتي، افكار محتوى مطرقع جديده مش موجوده قبل كده تحبب الطلاب في التعليم، فتبدا هنا تشتغل مع براندات ليها علاقه بمجال الادتك او تكنولوجيا التعليم. او لو انت مهتم بمجال الصحه فتبدا تشتغل مع عيادات او مستشفيات او ناس برضو في مجال الصحه. او لو مهتم باي حاجه تانية زي الاكل طبعا، وده اهم حاجه بعيدا عن اي حاجه، العقارات، الفاين تك وغيرها من التخصصات اللي موجوده، لان مؤخرا بقى في شغلانات كتيره جدا في السوشيال ميديا وبيبقى فيها تنوع كبير. فكل ما تبقى مخصص في نيتش معينه في البدايه ده هيفيدك وهيميزك بشكل اسرع. ويمكن من اشهر الناس اللي اتكلمت على فكره الواي او بشر الناس وبدا يحسهم انهم لازم يعرفوا ليه يختاروا حاجه معينه يعملوها في حياتهم، هو سايمون سينيك من خلال كتابه ذا جولدن سيركل، اللي بالمناسبه هو برضو تيد توك موجود على موقع تيد، هنسيبه تحت في الديسكريبشن، وهو فيديو مهم جدا جدا جدا، حرفيا عليه ملايين الفيوز، بيشرح ليه البراندات الكبيره والليدرز والمانجرز والسي اوز بتاعت الشركات الكبيره عملوا امباكت عظيم جدا جدا في التاريخ ده من خلال اتباعهم لحاجه اسمها الجولدن سيركل، سواء بعلم منهم او بجهلهم. وهي ببساطه الاجابه على 3 حاجات: الواي والهاو والوات. اول حاجه الواي، ليه انت بتعمل الحاجه دي؟ فمثلا لو رحنا لشركه زي ابل كلنا عارفينها بتعمل برودكت عظيمه جدا، وسالناها قلنا لها والله ابل ممكن تقول لنا انت ليه بتعملي اللي انت بتعمليه؟ فتقول لك ان انا والله بتحدى الواقع اللي موجود حاليا من خلال اللي انا بحاول ابتكر حاجات جديده بشكل مختلف وانيق وكمان سهل الاستخدام لليوزر بتاعي. فابل بتعمل ده من خلال، او دي الواي بتاعت ابل. طيب ازاي ابل بتعمل ده؟ هاو، هتقول لك من خلال منتجات شكلها جميل وانيق مصممه خصيصا للجمهور بتاعي، واهم حاجه انها سهله الاستخدام. طيب يا ابل ايه المنتجات بتاعتك اللي غيرت الواقع؟ هتقول لك حاجات زي الايفون، الايباد، الماك، الايربودز، الماكنتوش،
منتجات ابل الفظيعه جدا اللي كلنا عارفينها. جوجل برضو بتعمل نفس الموضوع. لو رحت لجوجل وقلنا لها يا جوجل ايه الواي بتاعتك، هتقول والله انا حابه ان انا انظم معلومات العالم كلها واخليها سهله الوصول وكمان مفيده لكل الناس. لو رحنا لحاجه زي تسلا، ايلون ماسك، وقلنا لها ايه الواي بتاعتك، هتقول اللي انا عايزه اخلي العالم كله ينتقل للطاقه المستدامه، لان الطاقه المستدامه دي افضل للبيئه، هتقلل من حاجات زي الكلايميت تشينج والجلوبال وارمنج، الاحتباس الحراري والكلام ده كله. فهتقول لك والله انا بعمل عربيات كهربيه تبقى بديله لعربيات البنزين المضره للبيئه وغيرها من الليدرز والشركات. عشان كده زي ما اتفقنا لازم في البدايه تعرف ايه اللي بيميزك، ايه الواي بتاعتك عشان تبدا تتميز في المجال ده. وفي البدايات بتاعتك اوعى تقارن نفسك ابدا باي حد في مستوى ادفانسد. طول ما انت زي ما المقوله المشهوره بتقول بتتقدم في يومك على الاقل 1%، دي حاجه عظيمه جدا. ودلوقتي بعد ما جاوبنا على كام سؤال مهم جدا تعرفهم قبل ما نخش في الكورس، خلونا نخش برجلنا اليمين على اول فيديو حقيقي في كورس السوشيال ميديا، وهو السوشيال ميديا ترمينولوجي او المصطلحات اللي لازم تعرفها طالما بدات او حابب تخش في الكارير ده. كالعاده تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد في كورس تسويق السوشيال ميديا 101 من تحت الصفر لفوق بحبه حلوين. فوتكم بعافيه.